بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي، بحبكم في الله. انا عارفه ان انا بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات، والنهارده انا بعمل الفيديو ده بصالحكم بيه. فيديو بجد يستاهل 1000 لايك. زي ما انتم شايفين، مش 1000 مليون لايك. حلو قوي، يستاهل تشجيع منكم. معايا بيضتين حجم كبير، وكوبايه من السكر، ورشه فانيليا، وربع كوبايه من الميه، ومعلقه محسن جل، معلقه صغيره 25 جرام، ومعلقه خل صغيره. وهضرب المكونات حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده، لغايه اما لونها يفتح معايا ويبقى قوامها كريمي شبه كريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده. علشان كل حاجه تطلع معايا حلوه، هنلم الجوانب عشان نبقى متأكدين ان كل الخليط كله اندمج وبقى واحد. معايا كوباية الا ربع من الدقيق، عليهم معلقة من النشا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف زي ما انتم شايفين كده. هنضرب المكونات حلوة قوي لمدة 5 دقايق او 7 دقايق حلو، وهنلم الجناب عشان نبقى متأكدين ان كل الخليط اندمج في بعضه وبقى كله واحد، عشان تطلع كيكة معانا حلوة سبونج وحلوة قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هنضربها لمدة 7 دقايق او 5 دقايق ضرب متواصل لغاية اما تفتح ويبقى باللون ده. معايا صينية كبيرة، انا عايزة الكيكة بتاعتي رقيقة، لو عايزينها سميكة هتبقى في صينية اقل من دي. هدهنها معلقة سمنة حلوة قوي، ومش هبطنها، هي معلقة سمنة وبس. وهنزل الخليط بتاعي فيها، وهساوي زي ما انتوا شايفين كده، وبخلة اسنان او بشيش طاووق زي ما انتوا شايفين كده. وهنمشي في المكونات بتاعتنا علشان ما يبقاش فيها اي فراغات، وهندخلها الفرن لمدة 12 دقيقة. انا سبتها حوالي 14 دقيقة، خدت لون زيادة زي ما انتوا شايفين كده، هي مش محروقة، خدت لون زيادة. وهسيبها تهدى على جنب، وهنعمل صوص الدمجلاس زي ما انتوا شايفين كده. معايا كوباية على النار، كوباية مية مليانة، وعليهم معلقتين من السكر، وباكو جيلي فراولة او اي نوع انتوا حابينه، وهدوبها على النار حلوة قوي. ومعايا 3 معالق كبار من الزيت او ربع كوباية من الزيت، ومعايا نص كوباية من المية، عليهم معلقة نشا كبيرة. وهدوب الكلام ده كله، وهنزل بيه النشا بتاعي. لما احس ان الجيلاتين بتاعي داب تماما بتاع الجيلي، هنزل بنص كوباية من المية، عليهم معلقة كبيرة من النشا مدوباه حلو. وهقلب حلو قوي علشان ما تتكتلش مني، وتبقى قوامها كريم وجوسي زي ما انتوا شايفين كده. وساعة ما تغلي هطفي عليها النار وهسيبها تهدى على جنب. اهم حاجة هقلبها كل شوية علشان ما تعملش وش مني. الكيكة بتاعتنا بعد ما بردت هعمل لها فراغات زي ما انتوا شايفين كده، او هخرمها بالشيش طاووق زي ما انتوا شايفين كده، وكوباية حليب ما عليهاش اي اضافات، وهسيبها تتشرب كده وتبقى جوسي وطرية معايا. ومعايا معلقتين من السكر، ومعلقتين كريم باستري. ممكن تستبدلي الكريم باستري بمعلقتين او 4 معالق من اللبن البودرة، وكوباية الا ربع من كريم شانتيه خام بدون سكر، وكوباية مية متلجة. واضرب الكلام الجميل دوت لغاية اما يبقى قوامها كريمي معايا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين قوامها متماسك معايا وحلو قوي. الكيكة بتاعتنا بعد ما سبتها على جنب كده وسقيتها بيه الحليب، هنزل بيه الكريم شانتيه بتاعي وهسويه كده. نصيحة مني، انا كنت مستعجلة، بس حطيت الصينية في الفرن من غير ما اسويها واسوي الحروف بتاعتها، فحرقت مني في الجناب. عشان تاخدوا بالكم من النقطة ديت، هسويها حلو قوي بالسكرابر او بالمعلقة السيليكون. معايا سكرابر مشرشر زي ما انتوا شايفين كده، او اسنان المشط. هعمل لها تمويجة كده، حابة تعمليها حبة، مش حابة براحتك. اما صوص الدمجلاس بتاعي لما برد خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، هنزله على الكريم شانتيه. اهم حاجة ما يكونش سخن عشان النقطة دي ما تقعوش فيها ويسيح لك الكريمة بتاعتك. سيبيه لما يهدى خالص وتنزلي عليه على الكريم شانتيه، وتدخليه التلاجة لمدة 4 ساعات. شايفين ما شاء الله
الزيت عطيله لمعة حلوة قوي، وقوامها ممتاز زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله جميلة جدا، وهترطب علينا الحر الصعب اللي احنا فيه، ولذيذة كده، وهتهدينا من جوه كده. بجد بجد باردة وحلوة قوي. ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم يا رب. لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش بلايك وكومنت حلو، وقوامها حلو قوي. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.